عشان ما يكونش الشاول اللي فينا نروح نجري ورا الفكر البشري ورا كلام الناس ولا أفكار الآخرين، نرجع لكلام ربنا. حتى لما شاول قال أنا سألت ربنا بالأوريم والتميم ما ردش عليا، كان المفروض ينتظر، وكان المفروض ما يتحركش. عشان كده بيقول إن طالت انتظرها فهي تأتي إتيانا ولا تبطئ. يعني لو طالت انت انتظرها فهي هتأتي ولا تبطئ. لكن شاول كان متسرع، والتسرع جاب مشاكل كتيرة. التسرع مع وعود الله لما بتتأخر بتجيب لنا مشاكل كتيرة قوي. يعني مثلا سارة لما تسرعت وخلت إبراهيم يدخل على هاجر، رحيل لما تسرعت خلت جوزها يدخل على الخدامة بتاعتها ويجيب الأولاد اللي كانوا سبب هم تعب ليها. فدايما احنا لما بنتسرع، مين تاني كمان اتسرع؟ ان هي رفقة تسرعت وخلت يعقوب ياخد البركة بدل عيسو. طب ما تسيب ربنا. أصعب حاجة إن إحنا لما ربنا بيدينا وعد إحنا بنحط في ذهننا إن إحنا عايزين نساعده في تتميم الوعد، وده كلام غلط. يا أحبائي، يسوع اسمه المخلص مش المساعد في الخلاص. وناس كتيرة فيكم بيفتكروا علشان المسيح يسوع يخلصني ففي جزئية مطلوبة منه وفي جزئية مطلوبة مني، ولا هيمد ايده ليا لان هو المخلص. طب امال ازاي يمد ايده؟ لما اقف قدامه واعلن ليه عجزي بالكامل واقول له انا لا يوجد في شيء صالح بالمرة، او بالاختصار بجملة واحدة، لا انا. بمجرد ما اقف بلا انا يبتدي هو يشتغل العمل بتاعه. بس احنا بنحط في نفسينا ان يسوع ده علشان يخلصني لازم امدله ايدي لو هو اضعف، او لو ان خلاصه ناقص. لكن ده على الصليب اخر كلمة قالها قد اكمل. يبقى اذن هنا بيورينا الصورة الواضحة. من هنا ندخل ان هو بقى خلاص جاله صموئيل وقال له الكلام اللي قاله، فهو لا كان فيه لا قوة ولم يأكل طعاما. تعالوا نشوف بقى الحل العالمي للمشكلة. الشيطان بيحاول يحاكي الله. يعني ايه يحاكي؟ عارفين؟ يقلده. كلمة يحاكيه يعني يعمل زيه. الشيطان دايما بيحاول يقلد ربنا. يعني مثلا لما ربنا أعلن لنا ذاته إنه هو ثالوث قدوس، الشيطان حب يعمل ثالوث أنجس اللي هو هيبقى في الضيقة العظيمة.